لو بتدور على ألعاب تلعبها مع أصحابك أو حتى مع صاحبك بس، فأنت في المكان الصح. الفيديو ده جايب لك أفضل 3 ألعاب هتخليك تستمتع وتضحك مع أصحابك. بس قبل ما نبدأ، متنساش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ الفيديو. نبدأ بأول لعبة معانا، ستامبل جيز. اللعبة دي تعتبر النسخة الخفيفة من فول جايز، بس اللي يميزها إنها بتشتغل على أي موبايل تقريباً، حتى الضعيف. فكرتها بسيطة، بتدخل مع عدد كبير من اللاعبين في سباق مليان مراحل مجنونة. لازم تتجنب العقبات، تنط في الوقت الصح، وتوصل خط النهاية قبل الباقيين. اللي بيخلي اللعبة دي ممتعة فعلاً إنك تقدر تعمل روم خاص وتدخل مع أصحابك كلهم في نفس الجولة، وكل واحد بيحاول يوقع التاني. كمان فيها أشكال كتيرة للشخصيات، وبتقدر تخصص شكل شخصيتك بطريقة مضحكة جداً. وفي تحديثات دايماً بتنزل، كل فترة بيضيفوا خرائط جديدة وأزياء غريبة، فالموضوع بيبقى متجدد على طول. باختصار، دي من أكتر الألعاب اللي هتضحك فيها مع أصحابك وهتولع التنافس بينكم. ندخل على اللعبة التانية، Among Us. اللعبة دي مش مجرد تسلية، دي اختبار ذكاء وثقة وخداع. الفكرة إنكم بتبقوا مجموعة في سفينة فضاء، وكل واحد له دور. بعضكم بيحاول يصلح السفينة، وواحد أو 2 منكم بيبقوا خونة imposters، بيحاولوا يقتلوا الباقيين من غير ما حد يكتشفهم. المتعة كلها في الشك والتحقيق والمناقشة اللي بتحصل بعد كل جريمة. تبدأ تتكلم وتقول أنا كنت في غرفة الكهرباء، وصاحبك يرد كذاب أنا شفتك بتقتل. اللي يخلي اللعبة رهيبة إنك ممكن تلعبها مع أصحابك في روم خاص بالصوت، وكل مرة بتبقى تجربة جديدة ومضحكة جدا. وطبعا اللعبة تشتغل على الموبايل والكمبيوتر، خفيفة جدا، وتقدر تلعبها حتى على شبكة محلية من غير إنترنت. أما اللعبة الأخيرة فهي الأسطورية ميني ميليشيا. اللعبة دي كانت زمان من أكتر الألعاب اللي بيجمعنا بيها أصدقاء المدرسة أو الكافيه، ولسه لحد النهاردة ممتعة بنفس الشكل. اللعبة دي الشوتينج خفيفة، فيها أسلحة كتير جدا، رشاشات، قنابل، بازوكا، وتقدر تطير باستخدام الجيت باك. الميزة القوية فيها إنها تشتغل بدون إنترنت، يعني كل اللي محتاجه إنكم تكونوا على نفس شبكة الواي فاي وتدخلوا مع بعض في خريطة وتبدأوا الحرب. كل جولة مدتها بسيطة، بس الحماس فيها نار. ممكن تتفقوا إن اللي يخسر يجيب العصير، كده التحدي هيبقى جامد جدا بينكم. ولو جربتها مرة مع أصحابك، صدقني هتتحول لإدمان. ودي كانت أفضل 3 ألعاب ممكن تلعبها مع أصحابك في أي وقت. قول لي تحت في التعليقات أي لعبة فيهم جربتها وأي واحدة شايفها الأمتع. ولو عايز جزء تاني بألعاب تانية أقوى، دوس لايك واشترك في القناة، لأن الجاي فيه مفاجآت. وسلام.